السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنت اسمها نرمين عندها 16 سنة. أول ما والدها توفى مفيش 6 أشهر كانت أمها بتاخد رأيها وبتقول لها يا بنتي أنا هتجوز. قالت لها إزاي ياما ده ما فاتش على أبويا 6 شهور. قالت لها يا بصي يا نرمين يا حبيبتي انت بنتي الوحيدة ودلوقتي انت بكرة تكبري وتتجوزي وانا هبقى قاعدة لوحدي. انت يرضيكي كده؟ قالت لها طب خلاص بدل ما ايه بقى الموضوع في دماغك بتاخدي رأيي ليه؟ ويبقى مين بقى بسلامته؟ قالت لها ده زميلي في الشغل ناصر. قالت لها البنت كانت عارفة ان امها هتقول كده، بتقول لك ان هي كانت بتروح مع امها المستشفى، ما امها بتشتغل ممرضة، وكانت دايما بتشوفها واقفة مع ناصر ده. اللي حصل ان هما الاتنين خلاص اتجوزوا. نرمين بتقول بقى ان هما بعد ما اتجوزوا اتضح بقى ان ناصر دوت كويس جدا وبيعاملني حلو قوي وبيديني مصروف اكتر ما كنت باخد ومش معوزني اي حاجة ويوديني الدرس وهو اللي يجيبني. وفي عيد ميلادي بصيت لقيته جايب لي تورته كبيره وقال لي اعزمي كل صحباتك، وهو اللي بدأ يعلق الزينه، وكمان هو اللي بينفخ في البلالين. صدقوا البلالين كمان هو اللي بينفخ. وانتوا عارفين طبعا البلالين بقى متعبه ازاي، ده لو ابويا ما كانش عملها. طبعا انا لما لقيته بينفخ البلالين كده قلت ناصر ده اكيد بيحبني قوي. المهم البنت لاحظت على ناصر انه هو بيبص لها كده وفي نظرات، والبنت فهمت النظرات ديت، ولما اتأكدت راحت قايلة لأمها. فبتقول لها يعني ان هو بيبص لي كده في الراحة وفي الجاية وانا خارجة من الحمام وانا داخلة مش عارف فين وانا واقفة في المطبخ، وبصته كده يا ماما غريبة. قالت لها بقول لك ايه يا بت، نظرات ايه؟ انت بقى هتشتغلي على الراجل ولا ايه؟ بقى هيسيب الموزة دي ويبص لك انت؟ ما تحطيش في دماغك الكلام ده خالص، مش عايز اسمع منك الكلام ده ابدا. سامعة ولا لأ؟ انتوا عارفين بقى طبعا شغل المستشفيات ممكن تشتغل شيفت بالليل، فمامتي هنا كانت شغالة بالليل وهو كان قاعد بقى في اليوم ده كان قاعد معايا في البيت. واحنا قاعدين كده وبنتفرج على التلفزيون لقيته بيقول لي يا نرمين على فكرة انا بحبك قوي. قالت له وانا كمان يا عمو بحبك قوي زي بابا. قال لا لا مش زي بابا، انا بحبك حقيقي، انا بحبك وبموت فيكي، انا على طول بفكر فيكي، انا عايش عشانك انتي. البنت طبعا استغربت لكلامه، قرب منها وقعد جنبها. تقول لك اتأثرت بالكلام اللي هو بيقوله لي، لقيت بيقول لي كلام رومانسي قوي، وبدأ ان هو يحضني وانا احضنه، وحصلت بينا علاقة، ولكن العلاقة كانت سطحية. سطحية طبعا حضراتكم فاهمين بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو كان بياخد حذره ان هي تبقى لسه بنت عذراء. وانا بقيت مش قادر استغنى عنه بعد كده، وبقيت راحة جاية عليه، ولما بعوزه واقول له وهو يعوزني يقول لي، وكل ده وامي ما تعرفش حاجة، ولكن انا من جوايا تعبانة وبأنب في نفسي ازاي انا اعمل كده في امي واخون امي. اخون امي؟ طب ما امي خانت ابويا برضه، وما فيش 6 اشهر كانت اتجوزته، ولا استمر معاه ولا اعمل ايه؟ هي دلوقتي حيرانة ومش عارفة تعمل ايه وتقطع علاقتها ازاي بيه، اذا كانت هي بتقولك هو معانا في الشقة على طول وانا بشتغله على طول وبقيت احبه زي ما هو بيحبني. هنا طبعا الام اتجوزته بعد مدة قصيرة من موت جوزها، ما يعني ما فيش تروي كده في التفكير، واوام اوام جوزته. اكيد هي طبعا كان في قصة حب الله اعلم، اول ما جوزها مات هوب راحت شقط دوت على طول ومتجوزاه. المفروض هنا الام يعني انت عندك بنت كبيرة في سن مراهقة، لا، في ستات تقول لك لا 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 والنبي لو ايه اقعد لا عندي ابن واحد ولا بنت واحده هربيها ومش هتجوز. وفي واحده تقول لك لا انا ما اقدرش استحمل، لازم يكون في راجل يبقى سندي وهو يبقى ظهري ويصرف علينا. تمام مفيش مشاكل ما دام على سنه الله ورسوله، ولكن الاختيار اختارت واحد طبعا اصغر منها، هو اصغر منها من ام اليمين نفسها. البنت طبعا شافته ان هو رمى عليها طبعا الاسطوانة التمام وبحبك، وشايف بنت روشة وجميلة وراحة جاية قدامه، بنت خفيفة وأمورة
ومرة تدخل الحمام، مرة تبقى واقفة في المطبخ مثلا بهدوم خفيفة بتاع. خلاص قرب منها وعمل معاها اللي هو عايزه، وبكرة كمان يعمل معاها العلاقة الكاملة. لازم هنا الزوجة أو المطلقة أو الأرملة تفكر كويس جدا قبل ما تتجوز، ولو اتجوزت لازم إن هي تاخد بالها من بنتها كويس قوي. ولما بنتها تقول لها يا ماما، لأن هي بنتها قالت لها كده، ماما ده بيبص لي ونظراته غريبة قالت لها بقول لك ايه نظرات ايه، مفيش حاجة، ما تحطيش حاجة من دي في دماغك. البنت لما امها قالت لها كده بدأت بقى خلاص ماشي. امي قالت لي لا، ده بدأت بقى البنت طبعا تستجيب لي، وهتشتكي لامها تقول لها ايه، ماماها من اول مرة صدتها. لازم يكون في مراقبة من الام كويس قوي على بنتها ومن زوجها، وما يكونوش هما لوحدهم هما الاتنين. ولو الزوجة عندها ام او عيلة اسرة يعني، تخلي بنتها عند امها وتبقى هي عايشة بقى مع عريسها لوحدها، بدل ما يعني يحصل اللي احنا بنسمعه دوت. غير كده كمان اختيار الزوجة نفسه لازم ان هي تختار واحد يكون يعني، بس هنقول ايه يعني، ما رجالة كتير بتعمل العمايل ديت، ويعني هي هتضمن منين بقى ان هو ممكن هيعمل كده لما يعملش بعد الجواز؟ ولكن هنقول ايه، غير لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.